أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن خريطة طريق نتورك تراك لسنة 2025. الخريطة دي بتوضح إزاي أي حد يقدر يبدأ طريقه في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومش بس كده، لأ، إزاي يلاقي وظيفة وبسرعة كمان. وخلينا نبدأ بالاقتباس القوي ده من المصدر. مرتب من 6 أرقام ده ممكن جدا، وبسرعة كمان. أيوة، وبسرعة أكتر من ما نتخيل، والأهم من غير شهادة جامعية. الكلام ده بيحطنا قدام طريق مختلف تماما، مش تقليدي لكن فعال جدا عشان الواحد يبدأ كارير مربح في عالم الاي تي. طيب إيه حكاية الخريطة دي؟ المهم نعرف إنها مش كتاب قواعد لازم نمشي عليه بالحرف، لأ، هي أقرب لدليل مرن، في أجزاء أساسية الكل لازم يعدي عليها، بس بعد كده الطريق بيتفتح لتخصصات كتير زي الاختراق الأخلاقي، يعني كل واحد يقدر يرسم طريقه الخاص. السؤال البديهي هنا هو طيب، الرحلة دي بتبدأ منين؟ أي حد بيفكر في المجال ده أكيد هيسأل نفسه السؤال ده. والإجابة ممكن تكون مفاجأة لناس كتير لأنها مش اللي متعودين عليه خالص. المرحلة صفر، قدم على وظائف دلوقتي حالا. أيوة، هي دي أول خطوة. أنا عارف إنها تبان غريبة أو حتى عكس المنطق، لكن فلسفة الخريطة دي كلها قايمة على مبدأ الخبرة تيجي الأول. طيب إيه الحكمة ورا الخطوة دي؟ شوف، أول حاجة الخبرة العملية هي أهم شيء ممكن يتحط في أي سيرة ذاتية. تاني حاجة وظائف كتير للمبتدئين بتدي أولوية لمهارات خدمة العملاء أكتر من المهارات التقنية، ودي ممكن تكون موجودة عند أي حد فينا. والأهم من كل ده إن الواحد بيبدأ يبني شبكة علاقات من بدري قوي، وده مفتاح النجاح في المجال ده. تمام. بعد ما عرفنا الخطوة الأولى اللي ممكن تكون غريبة شوية دي، خلينا ندخل بقى في صلب الموضوع. هنتكلم دلوقتي عن حجر الأساس اللي هيتبني عليه كل حاجة جاية في أي مسار مهني في تكنولوجيا المعلومات. الأساس ده كله بيقوم على 3 أعمدة رئيسية زي ما احنا شايفين. أول عمود هو مهارات الاي تي الأساسية، بعدين بنبني عليه بأساسيات الأمن السيبروني، وفي الآخر بنختم بخبرة الشبكات. التلاتة دول بيكملوا بعض. يلا بينا نشوف تفاصيل كل واحد فيهم. نبدأ بالمرحلة الأولى، المهارات الأساسية. هنا التركيز بيكون على شهادة كومتيا A+. نقدر نعتبرها بوفيه مفتوح لعالم الاي تي، بتدي فكرة عن كل حاجة. وفي نفس الوقت لازم الواحد يبدأ يتعلم أساسيات لينكس وبايثون، دول هيكملوا معانا في كل خطوة جاية. وهنا بتظهر حاجة مهمة جدا، الهوم لاب أو المعمل المنزلي. ببساطة شديدة دي بيئة الواحد بيعملها بنفسه عشان يطبق اللي بيتعلمه. بدل ما الكلام يبقى نظري، بيقدر يعمل مشاريع حقيقية بنفسه، زي إنه يعمل دي ان اف سيرفر. والأهم بقى إن المشاريع دي بتتحول لنقاط قوة حقيقية تتكتب في السي في. بعد ما بنينا أساس الاي تي بننتقل للمرحلة الثانية، أساسيات الأمن السيبراني. هنا التركيز على شهادة كومتيا سيكيورتي بلس. الشهادة دي بتعتبر مفتاح لوظائف كتير، خصوصا في القطاع الحكومي. وهنكمل طبعا مع لينكس، لكن المرة دي هنركز أكتر على الجانب الأمني من خلال تحديات عملية على مواقع زي Over the Wire. ونوصل للمرحلة الثالثة والأساسية، خبرة الشبكات. الشبكات دي هي عمود المجال كله. الشهادة اللي بينصح بيها هنا هي سيسكو CCNA، ودي تعتبر المعيار الذهبي في عالم الشبكات. بالتوازي بقى بنبدأ نستخدم بايثون اللي اتعلمناها في حاجة اسمها أطمطة الشبكات أو Network Automation. وهنا في نقطة تحول مهمة جدا. لو الواحد خلص كل ده ولسه ما لقاش وظيفة، يبقى هنا الدراسة بتتوقف، وشغلهم الشاغل ومهمته الأساسية بتتحول لهدف واحد بس، إيجاد وظيفة. كل المهارات اللي اكتسبها دي لازم تتسخر عشان تحقق الهدف ده. طيب، بعد ما بنينا الأساس القوي ده، خلينا نشوف إزاي ممكن نوظفه عشان ندخل مسار متخصص ومثير جدا، الختراق الأخلاقي أو اللي بنسميه الأمن الهجومي. هنا بقى طريقة التفكير بتتغير 180 درجة. في المراحل اللي فاتت كنا بنتعلم إزاي نبني ونحمي، لكن في مسار الاختراق الأخلاقي بنتعلم نفكر زي المهاجم. الهدف هو إزاي نلاقي الثغرات ونكسر الأنظمة دي، بس طبعاً بهدف تأمينها في النهاية. والشريحة دي بتلخص رحلة الشهادات في المجال ده بشكل ممتاز. البداية بتكون سهلة وعملية مع شهادة EJBT، بعدها بنعلى للمستوى المتوسط مع CPTS من منصة هاك ذا بوكس المشهورة، والهدف النهائي هو ال OSCP. دي بقى الشهادة الأقوى اللي بتتل أي CV في المجال ده. في النهاية أهم حاجة لازم نفهمها إن الخريطة دي مجرد دليل مرن، مش قواعد صارمة. الفكرة كلها إن كل شخص يقدر يكيفها عشان تناسب طريقة وظروفه الخاصة. إذن إيه الخلاصة؟ دي القواعد الذهبية اللي لازم تكون في بالنا دايما. الخريطة دي مجرد دليل مش قانون. لو جات فرصة تختصر الطريق لازم نستغلها. المسار بتاعنا لازم يتشكل على حسب الوظيفة اللي بنلاقيها، مش لازم شهادة جامعية. لكن لو في فرصة يبقى نختار برنامج بيدمج الشهادات الاحترافية. والأهم من كل ده، الخبرة العملية هي الكنز الحقيقي. دي خريطة طريق مقترح،
والسؤال اللي بنسيبه في الآخر هو يا ترى إيه هيكون المسار اللي كل واحد فينا هيرسمه لنفسه؟ إيه هي الخطوة الجاية في رحلتنا في عالم تكنولوجيا المعلومات؟